السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى قلت اعمل لكم الكبدة بتاعتنا، كبدة مرده بتاعت المحلات، وكانت مكوناتها سهلة جدا ومش شاربة زيت زي ما انتوا شايفين، وبتقطم معايا وكانت حاجة جميلة جدا، اروع من محلات 100 مرة. جبت الكبدة بتاعتي وغسلتها كويس أوي بالمحلول، نقعتها في مية وملح وخل وليمون، وضفت لها شوية من السكر عشان تشيل الزفارة بتاعتها، وتسيبيها في المصفى بتاعتي مش أقل من ساعة. وجبت بقى الخلطة اللي أنا عملتها، دي عبارة عن توم وفلفل أخضر وفلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة، دقيتهم معايا في الهون وحضرتهم، وحطيت خلطة من بتاعة كيس اللي هي الكبدة دي، طعمها بيبقى تحفة جدا. هاجي بقى هتبلها، هعمل ايه؟ نزلت عليها بكل الحاجات اللي أنا حطيتها ديت، ونزلت عليها بالليمونة كاملة تعصريها عشان تشيل الزفارة، وشوية من الخل. هي دي كل تتبيلة الكبدة. تزودي التوم بتاعك والفلفل الاخضر والملح وكمون وفلفل اسود وكزبره ناشفه. اظن مفيش اسهل من كده. طبعا انا الخطوه دي حبيت ان انا اعملها عشان اسرع عليكم الفيديو، حابه ان انا الفيديو بتاعكم يبقى ايه، سريع، ما بحبش الحاجه تبقى زايده عن حدها. وتنقعيها مش اقل من ساعتين 3، وفي المصفى زي ما هي، ما تشيليهاش عشان تنزل الزفاره اللي فيها. وهنيجي بقى نعمل الخلطه بتاعتنا دي يا جماعه. رده انا حطيت عليها شويه دقيق، وحبيت ان انا اضربها في الكبه شويه عشان تبقى ناعمه، وضفت عليها شويه من التوابل. التوابل بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ جبت نفس التوابل اللي انا حطيتها، شويه من الفلفل وشويه من الملح وشويه من الكمون وشويه من الكزبره الناشفه. وابتديت بقى ان انا اضغط على الكبده دي بايدي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. كانت حاجه سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. حبيت ان انا اتبلها قدامكم واسيبها. والرده بتاعتك لازم تبقى ناعمه وعليها شويه من الدقيق، وتضربيهم شويه في الكبه. المعلومه دي يا جماعه بتخلي الكبده معاكي زي بتاعه الشارع بالظبط. ولو حابه تحطي لها معلقه من النشا، ما بتخليهاش تشرب زيت خالص. يعني هتحطي الرده والنشا والدقيق، وتبتدي تتبليها وتسيبيها. وعملت شويه سلطه قوطه، وعملت شويه سلطه معانا اللي هي طحينه. وجبت بقى الطاسه بتاعتي فيها زيت غزير، ونزلت عليها بالكبده يا دوبك اول ما تحطيها عشان ما تنشفش معاكي. تبتدي بقى تقلبيها اول ما تاخد لون من تحت على طول، ما تطوليش عليها على البوتاجاز. المعلومه دي مفيده عشان الكبده بتاعتك ما تنشفش وتفضل طريه معاكي. واهم ما في الموضوع تزودي لها الزيت شويه، ما يبقاش الحبه يعني صغيرين وكده هتنشف معاكي، لا زودي الزيت على قد ما تقدري شويه. حاولي بقى تقليها واحده واحده في الطاسه عشان تطلع معاكي مفروده، وتدوسي عليها وانتي بتتبليها. طبعا بتخلص على طول، وبتبقى حاجه جباره، وكانت ريحتها قلبة الدنيا والله. واول ما بطلعها كده بعمل لها خلطه، نفس التوابل اللي انا حطيتها، اللي هي ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وحبه شطه، ورحت مطلعاها في المصفى بتاعتي زي ما هي عشان تنزل الزيت الباقي. هتاكليها ولا هتقولي لي بقى كبده الشرقاوي ولا كبده اي حاجه، دي كانت تحفه بجد، وبتقطم معايا، وكانت حاجه طعمها تحفه. جربي وان شاء الله هتدعي. واوعي تنسيني بلايك واشتراك في القناه يا قمر. كده احنا خلاص بنقلي بقيه الكميه بتاعتنا. انا حبيت اوريكم وهي على البوتاجاز وانا بقلبها، وطلعتها في المصفى بتاعتي، وكنت مجهزه البطاطس جنبها. خلاص انا كده ابتديت ان انا اطلعها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جبت بقى التوابل بتاعتي دي ورحت رشاها عليها وهي سخنه، ملح بكمون بكزبره بفلفل اسود. هي دي الخلطه اللي انا عملتها. بجد الخلطه دي بتديها طعم خرافه وهي سخنه يا جماعه في المصفى. انا شفت بتوع المطاعم بيعملوها بنفس الطريقه دي. شايفين بقى شكلها من جوه عامل ازاي، وبتقطم معايا ازاي، وريحتها كانت جباره. وما يمنعش بقى من طبق سلطه طحينه وسلطه من اللي هي بتاعتنا، وكانت طعمها تحفه بجد. لايك واشتراك يا امارات في القناه لو عجبني.